شايف مشكله النادي الاهلي في اوضه اللبس دي هتتحل ازاي؟ لا، يا أعتقد اما إن يساووا الناس بالناس، يا اما مثلا يساووا الناس بالناس، ولا مثلا ممكن يمشوا مثلا زيزو يبيعوه وينزلوا برنج الاسعار تاني. لان حضرتك دلوقتي شايف امام مثلا هيطلب. ما انا معلش، ما هو هو امام عايز برضه نجم يعدل الفريق. عقده، عايز يعدل عقده. ايوه طبعا، ما هو من حقه. معلش، ما هو انا برضه من نجوم الفريق. ما زي ما احنا قاعدين متفقين يا ياسر ان انت برضه عملت ضجه كبيره جدا. ضجه كبيره جدا ان كل لعيب بقى يجدد دلوقتي يقول لك انا عايز رقم، حتى لو مش هوصل للرقم ال 100 بس انا عايز رقم. قربني ليه؟ قربني. 80 90. ابو 15 النهارده لما يجي يجدد هيقول لك انا عايز كام. حسين الشحات مثلا داخل في ازمه كبيره جدا. طيب حسين الشحات عقده 20 مليون ودخل على تجديد. طيب وجنبه واحد بيلعب ب 100. فده الفرق مرعب، مرعب بجد. طب هو كابتن مرعب في الملعب كده؟ يعني انت لو جيت تقارن زيزو بحسين الشحات في الملعب الفرق لا لعيبه كويس. لا بص، الاثنين لعيبه كويس. انا ما بحبش اقارن اللعيبه ببعضها. لا الاثنين لعيبه كويسه جدا. يعني مثلا دلوقتي مثلا هقارن الكابتن احمد جعفر بعمرو زكي، في مقارنه؟ لا الاثنين قريبين من بعض. بس ده بيلعب بدماغه، ده بيلعب بدماغه. انت ممكن يبقى هو مميز في حاجات، انا مميز في حاجات. طبعا طبعا. اقصد اقول لك الاثنين لعيبه كويسه. مش بعيد. برافو عليك، الفرق مش بعيد، بس انت عملت فرق في ارقام بعيد جدا. يعني الفرق بين زيزو وحسين الشحات في الملعب مش بعيد. مش بعيد بحكم ممكن يبقى مثلا زيزو اصغر شويه في السن، الباور اعلى شويه، السرعه اقوى شويه بتاع، لكن حسين برضه حريف وراجل هداف وبيعرف يجيب جون. بس انت عملت فرق في الفلوس مرعب. انت عارف لو الفرق 5 10 عادي هتتقبل من لعيب زيه. لكن لما تعمل لي فرق 50 و60 مليون ده رقم خرافي. خلي 100 قبل ما اجي احط ايدي في ورقه هفكر مليار مره. يعني هو ليه اكرم توفيق مشي؟ عشان الفلوس. مش عايزين يدوا الفلوس. طيب ما انت جايب واحد اهو، معلش بتديله. يعني احنا برضو بنتكلم عشان برضو الناس ما تاخدهاش في سكه اهلي وزمالك. احنا بنتكلم في قصه الماديات. لو حصل نفس الشيء بالزمالك برضو هيحصل كده، اللعيب هيمشي. انت فاهمني؟ يعني لو حصل، يعني لو كان زيزو جدد في اوضه لبس الزمالك كان هيحصل برضو نفر في اوضه اللبس بتاع الزمالك.